فانتي جمالك مميز، شخصيتك مميزه، عيلتك مختلفه بعيوبها بحلاوتها. مفيش حد ما عندوش ابتلاءات، مفيش حد ما عندوش مشاكل. كلنا عندنا مشاكل، كلنا عندنا ابتلاءات، كلنا بنقع وبنضطر نقف تاني، كلنا عندنا الفول داونز لما بنكون مضغوطين جدا نفسيا، تعبانين، كل ده. فما تحطيش نفسك في حته انك انتي بس اللي كده. هلو يا بنات، عاملين ايه؟ اول حاجه welcome to my YouTube channel. انا اسمي منى المغربي، وللي ما يعرفنيش ابدا اتكلم معاكم من هنا من this platform. ف ما ينفعش ارفض لكم طلب، فهتكلم معاكم هنا. فاول حاجه let me introduce myself. انا اسمي منى، عندي 23 سنه. ليه بعمل فيديوز؟ خلينا نتكلم في الموضوع ده، او how did I even start posting على السوشيال ميديا. ده في فيديو تاني خالص، بس كل اللي محتاجين تعرفوه ان انا دلوقتي عايشه في نيويورك او في امريكا، و بحاول ادي الحاجات اللي انا اعرفها او الحاجات اللي انا ممكن افيد بيها لو شخص واحد. I will do. Anyways, let's get started. عارفه انا التوبيك ده اتكلمت فيه قبل كده، عن الثقه في النفس، وعن قد ايه احنا كبنات للاسف بيتلعب في دماغنا جدا الفتره اللي فاتت، والفتره اللي احنا عايشين فيها دي او الانفايرمنت اللي احنا عايشين فيه مش سهل علينا خالص. يعني لا من الاهل ولا من الصحاب ولا من الريليشن شيبس، واوقات بنحس ان احنا very 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 lost، او اوقات بنحس ان احنا بتلعب بينا قوي زيادة عن اللزوم، فبنضطر نتحول لشخصيات مش احنا، او نضطر ان احنا نسيب الكايندنس بتاعتنا، او لازم نجمد، لازم نبقى مش كويسين علشان الناس اللي حوالينا مش كويسه. اولا افتكري انك انت لازم تفضلي زي ما انت. ازاي بقى؟ يعني قلبك الطيب او الناس افعالهم مش هما اللي هيخلوكي تغيري شخصيتك خالص، بالعكس. يعني هما بتبقى مشكلتهم هما، مش مشكلتك انت، مش انت المشكله. دي اول حاجه بس نتكلم فيها. ثانيا انا كذا مره اتكلمت عن الثقه في النفس، وكذا مره اتكلمت ان اغلبيه التوكسيك people that come into our lives بيبقوا بسبب ثقتنا في نفسنا. طبعا كده كده الحياه هتحطنا قدام ناس، وهتحطنا في environments كتيره قوي، هنتخبط وهنقع وهنعمل، ولازم كده كده نعيش. يعني احنا حتى لو مليون شخص نصحنا بحاجه، عمرنا ما هنستوعب الحاجه دي ايه بالظبط، او مش هنفهم النصيحه غير لما نتحط في الحاجه دي. اوقات لما اهالينا بينصحونا بنبقى بقى اللي هو خلاص احنا عارفين، انتوا مش فاهمين حاجه، احنا فاهمين اكتر، الدنيا دلوقتي غير الدنيا زمان. بس بنكتشف بعد كده اللي هو هم بيبقوا صح اغلبيه الوقت، او 90% من الوقت بيبقوا فعلا صح، بس هم بيبقوا سابقنا بخطوه. واوقات اهالينا بيبقوا protecting us زياده عن اللزوم، ان هو مش عايزين نقع في نفس الغلطه دي خالص. فممكن حتى يدونا negative comments، ممكن يبقوا قاسيين علينا، ممكن يعملوا مليون حاجه ان هم to avoid انك انتوا اصلا تتحطوا في نفس السيتويشن. بس في الاول وفي الاخر بنقع في نفس السيتويشن، لان هي دي الحياه. وكل stage in our life هنقابل ناس باشكال مختلفه، باعمار مختلفه، بس هيبقى بنفس ممكن نقول personalities، بيبقوا نفس characters، هما بس كل اللي فيها انتوا هتتعاملوا معاهم ازاي. اوقات لما حد بيديكي نصيحه هو فعلا بيكون بس بيهيئك انك انت لما تتحطي في البوزيشن ده تفكري. اوقات مثلا لما حد بيتكلم على حد نارسستيك او على حد نرجسي، يعني ممكن مثلا اللي هو ايه، مش بيقولك كده علشان تمتنعي انك انت تعرفي الشخصيه دي خالص، بالعكس انت كده كده هتقابليه، وكده كده هيضحك عليكي، وكده كده يعني هتضطري تتصدمي بيه كتير. النصيحه بتبقى عباره عن بتهيئك انك انت ما don't trick yourself، او انك انت ما تقعيش في اخر البير. يعني حتى لو اتزقيتي في البير ما تقعيش لحد الاخر، تعرفي تسندي نفسك كده halfway through، وتبداي تانلايز اللي انت فيه، اللي هو اوكي hold on a minute، انا سمعت الحاجه دي قبل كده، او انا الموقف ده حد قالهولي بس بصوره مختلفه، او بتبقى بطريقه مختلفه، لان الناس برضو
سبحان الله دلوقتي احنا بنشوف حاجات عمرنا ما بنكون متخيلينها اصلا. فعايزاكي تفتكري ان اوقات حتى لو انت وقعتي وزعلانه قوي ومتضايقه من نفسك جدا انك انت وقعتي، عادي، ما انت لازم تقعي. احنا عمرنا ما هنتعلم غير لما نقع، وعمرنا ما هنبقى احنا بني ادمين، احنا خطائين يعني، خير الخاطئين التوابين، ماشي؟ فاحنا لازم نتعلم من غلطنا يعني. واحنا طبعا عارفين انتوا الجمله المشهوره جدا بتاعت الذكي اللي بيتعلم من غلطه والاذكى اللي بيتعلم من اخطاء غيره. هل ده معناها ان الاذكى ده ما بيقعش في نفس الحاجه؟ لا خالص، بيقع برضه، بيتحط في نفس الموقف، بس كل الفرق ان هو بيكون مركز، او اللي هو ايه، انا عارف يعني بس يقرا الكاركتر كده، انا الكاركتر دي اللي انا بدات اتعرف عليها شبيهه قوي من حاجه تانية تبع حد صاحبي. احنا طبعا اوقات بنبقى عناد جدا او بنبقى stubborn قوي لفكره اللي هو انا هغير الشخص، انا مختلفه عن الشخصيه دي، فانا لما اخش في السيتويشن دي I will react so differently، او هتعامل بطريقه مختلفه خالص، فالريزلتس هتبقى مختلفه. ده حقيقي على فكره، ممكن عادي جدا. بس لما تبقى مثلا حد نارسستك، ما اعتقدش. في كتاب مش فاكره اسمه الصراحه، هحاول اجيبه لكم وهكتبه لكم في الكومنتس، كان بيتكلم عن النارسستيك بيبل، اوكي، النرجسيين. والشخصيه النرجسيه دي اللي هي بتبقى مش بتعترف باخطائها، بتبقى ليها حاجات كتيره، بيبقوا مرضى نفسيين بس بيبقوا فيري ديب، بيقلبوا عليك الترابيزه كتير، بيحبوك حب بطريقه غبيه كنترولينج، بيحبوا نفسهم قوي 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 قوي، ما بيشوفوش نفسهم غلطانين ابدا، دايما بيحموا نفسهم بطريقه غير مباشره، فلما بيحموا نفسهم بيأذوا اللي حواليهم. المهم هرجع تاني لنقطه الكتاب. فالكتاب ده بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم بقى عن كل حاجه عن النارسستيك، كل حاجه، صفاتهم بالتريكس بتاعتهم، بكل حاجه. المهم في اخر الكتاب ده مكتوب ايه بقى؟ الطريقه الوحيده علشان يعني تتعامل، او الحل الوحيد، او او العلاج الوحيد للنارسستيك، هو انك انت تقطع علاقتك بيهم. تعرفوا بقى مين كاتب الكتاب ده؟ واحد نارسستيك. فكان اكتر بوينت اوف فيو صحيحه، لان هو عارف، يعني هو حتى قال، يعني هو عارف ان هو نارسستيك، ومش يعني مش زعلان من حاجه زي كده، بس هو بيعرف الناس طريقه تفكيرهم، طريقه صحبيته يعني. فالشخص ده ما شاء الله هو كبير قوي، وعرف يعني يكراك ذا كود في الموضوع ده. فانا بحاول اقول لك ايه؟ بحاول اقول لك ان اوقات فعلا في ناس بتبقوا عارفين وخايفين عليكي، ففعلا بينصحوكي بالنصيحه دي. وللاسف الناس اللي مش confident، يعني نرجع تاني لنقطه الكونفيدنس، اكتر ناس بتلعب عليهم من النارسستيك بيبل، فبيقعوا في توكسيك ريليشن شيبس، بيقعوا في حاجات بيفتكروها ان هي دي الطبيعي، ودي ما بتكونش طبيعي خالص. فدي ايه بقى؟ فاول حاجه، بطلي تشكي في نفسك، والله العظيم بطلي تفضلي تقنعي نفسك بحاجات مش حقيقيه علشان بس تبليز الاذر بيرسون. مش ما تفضليش تدوري على اخطاء لنفسك علشان ترضي ضميرك من جوه، اللي هو انا ممكن اكون عملت الحاجه دي فعلشان كده رد الفعل هو ده. انت لو انت عارفه انك انت اخطاتي هتقولي انك انت اخطاتي، غير بقى لو انت نارسستك وفعلا بتحبي نفسك ومش شايفه نفسك وعمرك ما شفتي لنفسك غلط. دي قصه تانية خالص يعني، ودي قصه تانية، وفعلا محتاجين لها العلاج يعني دكتور نفسي والدنيا تبقى زي الفل. بس انت لو فعلا لما بتخطئي بتعترفي انك انت غلطانه، ما توقعيش نفسك في الغلط، ما توقعيش نفسك عشان انت خايفه انك انت تقطعي علاقتك بالشخص ده، او تفتكري انك انت عمرك ما هتلاقي شخص تاني، او صديقه تانية، او شغل تاني. اوعي 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 اوعي، لان حقيقي ده قبل، يعني انت كده هتلاقي، بس هيأذيكي نفسيا جدا، وهتقعدي وقت طويل عشان تتعالجي من الريليشن شيب دي قبل ما ترجعي تاني تقفي على رجلك. فافتكري ان كل القصص دي بتبتدي من هنا، من جواكي، منك انتي.
انت لو فعلا عارفه قيمه نفسك وعارفه اللي تستاهليه واللي ما تستاهليهوش وايه اللي محتاجه تشتغلي عليه وايه اللي مش محتاجه تشتغلي عليه، هتقعي في الحاجات دي كتير قوي. مش هتبقى مثلا مره، لا هتقعي كتير وهتضحك عليكي كتير. والناس طيبه اصلا، واوريدي احنا عايشين في زمن كل الناس ليها وشوش كتيره. صعب قوي نادرا لما تلاقي حد فعلا سالك من جوه وطبيعي ويحب لك الخير والكلام ده. فنصيحه، نبدا بقى نراجع نفسنا، نرجع لورا شويه، نشوف كده بقى ايه، نشوف نمسك الحاجات واحده واحده. ايه الفلاوز بتاعتنا، ايه المميزات بتاعتنا عشان نكون عارفينهم. وانا اتكلمت في فيديو كده من الفيديوهات على قد ايه انت محتاجه تحبي نفسك وتشوفي نفسك جميله، لانك حتى لو شايفه ان مليون بنت حلوه، كل البنات الحلوه دول برضو هيكونوا شايفين نفسهم في احلى منهم. فانت حلوه وارضي باللي معاكي، لان الرضا هو ده الوسيله الوحيده للسعاده. افتكري ان ربنا عامل لكل شخص فينا حياه بشكل، بكاركتر، حتى بصمتنا مختلفه. كل واحد في العالم ده مختلف عن التاني. فانتي جمالك مميز، شخصيتك مميزه، عيلتك مختلفه بعيوبها بحلاوتها. مفيش حد ما عندوش ابتلاءات، مفيش حد ما عندوش مشاكل. كلنا عندنا مشاكل، كلنا عندنا ابتلاءات، كلنا بنقع وبنضطر نقف تاني، كلنا عندنا الفول داونز لما بنكون مضغوطين جدا نفسيا، تعبانين، كل ده. فما تحطيش نفسك في حته انك انتي بس اللي كده، او شايفه حياه حد غيرك وفاكره ان هم دول البيرفكت. هم مش بيرفكت، هم فعلا في ناس بتحاول، يعني في ناس مش عايزه تبين لك مشاكلها. وليه يبينوا لك مشاكلهم؟ يعني فاهمه؟ يعني مش هيقول لك ايه ده حصل معانا كذا، ده احنا خسرنا كذا، ده حطينا عمر ما حد هيقول لك كده، لان كل واحد بيحاول يبين احسن صوره عنده. في كل واحد بيحاول يكون the best، الناس تشوفه اللي هو واو we wanna be like them. فانتي لو حبيتي نفسك واشتغلتي على نفسك وطورتي انتي، اقسم بالله هتلاقي نفسك بتattract the right people with the healthy mindsets. كل ما تقربي من ربنا اكتر، اعرفي ان ربنا مهما كان الشخص اللي هيخش حياتك، الشخص ده خير ليكي. حتى لو الشخص ده اذاكي، ممكن يأذيكي فعلا وناس يضحكوا عليكي، بس افتكري ان ربنا عمره ما هيحطك في الموقف ده غير لو عايزك تتعلمي حاجه صغيره بس منها، عايزك تطلعي منها باكسبيرينس عمرك ما كنت تتعلميها لو قعدتي 10 سنين مع ناس كويسين. فخليكي حاطه المايند سيت دي جواها. طول ما انت قريبه من ربنا وبتعملي الصح وعارفه الصح من الغلط، انت مش هتتسوحي خالص. بالعكس، انت تكوني راضيه. حتى لو مثلا انت داخله على جوازه والجوازه دي اتطربقت قبل الفرح باسبوع، اعرفي ان ده خير ليكي. ده ربنا كان بالعكس، اللي هو ايه، ده شايل لك حاجه احلى بكتير يا هبله. ده شايل لك اللي هيعوضك عن كل ده. شايف انك انت تستاهلي خير اضعاف من اللي كنت هتخشي له ده، او شخص احسن. انت ما كنتيش شايفه داون ذا لاين ايه اللي كان هيحصل. حتى لو كل حاجه كان بيرفكت قدامك، انت مش شايفه. حتى يا ستي لو اخطأتي والحاجه باظت بسبب الحاجه دي، انت بتتعلمي. احنا بنتعلم. بس اوعي تكوني قاسيه على نفسك وتبداي توحشي من نفسك عشان حاجه زي كده، لانك انت كده بتكوني ظالمه نفسك جدا 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 جدا. ده يا ستي حتى الناس اللي بيعملوا جرائم ربنا بيتوب عنهم وبيرجعوا احسن مما كانوا مليون مره. يعني وطبعا انتوا عارفين قصص، يعني انا ممكن اتكلم عن مليون قصه في وقت الانبياء ومش مش هنخلص النهارده. فكل اللي عايزه اقوله لك، افتكري انت ايه. افتكري حلاوتك، افتكري جمالك من جوه، افتكري your kindness، لانك انت فعلا ممكن اوقات مش لازم نبين our kindness موت، او مش لازم نبين ان احنا طيبين قوي. لا عادي، ممكن اوقات كده ان هو نبقى هاديين شويه، ممكن ما نبينهاش موت علشان الناس بيضحكوش علينا. بس اوعي تغيري ده من جواكي، لان الناس الطيبين دول عند ربنا انتوا مش فاهمين في حته تانية. الناس الطيبه النقيه من جوه، ما تفتكريش علشان انت طيبه فانت يا هبله وعبيطه خالص خالص. ده بالعكس، الناس هي اللي عبيطه وهبله لو هم استغلوا الحاجه دي فيكي. فكل اللي عايزه اقوله،
حبي نفسك وحبيها، دي معناها دلعيها، اعملي كل حاجه عشان تحمي امانك، تحمي سلامك النفسي. لو السوشيال ميديا بتأذيكي نفسيا شيلي السوشيال ميديا عادي، انتهى الموضوع. هياخد وقت طبعا، هياخد وقت، بس افتكري ان كل حاجه بتتعمل ليها اضرار وليها مميزات. كل واحد برضو افتكري ان كل واحد عارف، رحم الله كل امرئ عارف قدر نفسه، وكلنا مختلفين عن بعض، محدش فينا زي التاني، ومحدش فينا بياخد نفس الحاجه، ومحدش فينا كله بيبقى مظبوط من كل الجهات لا، ربنا فعلا كل شخص انت بتشوفي في دنيته دي عنده مشاكل، وكل شخص عنده مميزات، وكل شخص له رزق ربنا كاتبه له وهياخده، بس لو سعى ليه. طبعا انتوا عارفين الحديث اللي هو يا ابن ادم خلقتك للعباده فلا تلعب، وضمنت لك رزقك فلا تتعب. وتتعب دي ما يقصدش بيها الفيزيكال تعب، لا، هو بيتكلم على تعب الهنا، اللي هو تفضل تفكر اللي هو لا انا عايز اخد مش عارفه ايه، وتبدا تتعب نفسك في حته اللي هو ايه، طب انا عايز ده برضو عايز ده، لا فلا تتعب، ما تتعبش من جوه قلبك، ما تتعبش من جوه قلبك، حته خليك عندك يقين انك انت هتاخد اللي ربنا كاتبهولك. فعزتي وجلالي ان رضيت بما قسمته لك ارحت قلبك وبدنك، وان انت لم ترضى بما قسمته لك فوعزتي وجلالي لا اسلطن عليك الدنيا استغفر الله، لأسلطن عليك الدنيا تجري ترقد فيها رقد الوحوش في البريه ثم لا تاخذ منها الا ما قسمته لك. انا العربي بتاعي وحش قوي فانا ما بعرفش اقول حاجه على طول، بس انتوا فاهميني يعني. فافتكروا ان الرضا اهم حاجه، اضمنوا انك انتوا رزقكم موجود، فما تفضلوا تقارنوا، ما قارنوش جمالكم، ما قارنوش فلوسكم، ما قارنوش العيله، ما قارنوش الحياه اللي انتوا عايشينها، لان انتوا ما تعرفوش، زي ما بقول لكم انتوا ما تعرفوش الابواب وراها ايه، ما تعرفوش النفوس جواها ايه خالص. ياما شفنا ناس اغنياء وما ينفعش مثلا وعندهم مشاكل قد الدنيا حاجه تحصل ابتلاءات، وبرده الابتلاءات بتجيلنا كلنا على فكره بصور مختلفه، وربنا كل اللي هو اوقات حتى بيبتليكي وانتي بيرفكت، بالعكس ده الاكتر ناس ابتلت في الدنيا هم الانبياء. يعني الانبياء من رغم من يعني ربنا حبه ليهم يعني مش هنتكلم اصلا يعني، بس بيبتلوا ليه؟ لان برضو الابتلاءات دي بتخفف عنك ذنوبك اصلا. فافتكري انك انت حتى لو انت واقعه في حاجه دلوقتي متعباكي نفسيا ضغطاكي الكلام ده كله، خدي نفس كده، خدي دقيقه كده اللي هو ايه ده، انا ايه اللي موترني قوي كده، ايه اللي ده كده ربنا كاتب لي الاحسن. اقعدي وادعي كتير، وفعلا الدعاء بيغير القدر حقيقي. وافتكري ان ربنا كاتب لك الشخص بتاعك، نصيبك كاتبهولك، رزقك كاتبهولك. كل اللي انت محتاجه تعمليه دلوقتي وانت في الدنيا دي اشتغلي، اسعي، وخلي عندك ريحي قلبك من جوه، وافتكري ان فعلا ربنا مش هيكون عايز لك حاجه وحشه خالص. حتى لو الحاجه مظهرها من بره وحشه، اقري سوره الكهف على طول، اول ما تحسي ان كده هتقعي في الموضوع ده اقري سوره الكهف، شوفي سيدنا خضر كان عامل ايه مع سيدنا موسى، فهموا درس كامل عن ان اوقات ما بنشوفش الحاجات اللي بيهايند ذا سينز، احنا ما بنشوفش الحاجات دي، ما بنشوفش الكواليس، ما بنشوفش ليه مثلا سيدنا خضر، الناس اللي كانوا على المركب دول لما سيدنا خضر يعني خرم المركب، الناس دي ما تعرفش حاجه، كل اللي هم شافوه اللي هو يا لهوي المركب بتاعتنا اتخرمت، وسبحان الله كان تغيير لحياتهم اصلا يعني. او مثلا الطفل اللي سيدنا خضر قتله، طب ما يا جماعه كل حاجه ليها سبب، في اوقات احنا بنشوف السبب على طول، في اوقات بنشوفه بس بعديها بشويه، في اوقات ما بنشوفوش خالص، وما تفضلوش مستنيين تشوفوا سبب او يعني حاجه واي دايما السؤال بتاعنا اللي هو ليه اوقات مش بتبقى ليه، اوقات اللي هو خلاص انا عارفه ان الحاجه دي حصلت خير، انا مش شايفه الخير يعني مش شايفه السبب بس هو خير واسكتي بقى، لو ريحي ده انك انت لو ريحتي ده هيرتاح، كل حاجه هترتاح. فعشان ما اطولش عليكم ان شاء الله باذن الله في اليوتيوب شانل دي هنتكلم فيها مع بعض، وانا
انا هسمع كلامكم وفعلا مش هعمل اديتنج لحاجات كتير، انا هفتح البتاع وهتكلم معاكم وهشوف انتوا عايزيننا نتكلم في ايه، وكل شويه كل ما حاجه تقف معاكم هنحاول ندور لها على سبب او هندور لها على حل. كل حاجه ليها حل، كل حاجه في الدنيا دي ليها حل، افتكري. فاوعي اوعي 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 لو الدنيا ضغطه عليكي دلوقتي او مش حاسه انك انت حلوه او مش حاسه انك انت تستاهلي، اوعي تقعي وافتكري ان ربنا موجود والناس اللي حوالينا اللي هما بيحبونا موجودين علشان يقومونا على رجلنا تاني، علشان تفتكري انك انت جميله بقلبك مش بالشكل. الشكل مليون حد يقدر يروح يعمل عمليه تجميل وخلاص، بس المشكله ان مش ده الحل. احنا لازم نغير ده من جوه ونشتغل على ده، علشان سبحان الله نشتغل على اللي بره بيبقى ريفلكشن للي جوه، والناس مرايتنا على فكره. يعني افتكروا، يعني مش سوري، احنا الريفلكشن اللي عايزين نوريه للناس. لو انت كونفيدنت وعايزه تبيني للناس انك انت ذا ات جيرل، الناس هتشوفك ذا ات جيرل، بس انت لازم تقتنعي الاول انك انت الات جيرل. لو انت عايزه تبقي سكسسفل في حياتك لازم اول حاجه تبقي هنا سكسسفل وتشتغلي جامد علشان الناس تشوفك كده. لو انت عايزه تبيني انك انت مش حلوه، ويا جماعه انا عندي عيوب كتيره، انت عارفه لو انت مثلا رايحه مع صحابك قلت لهم يا جماعه بصوا على الحبايه دي، جاس وات، وما كانوش واخدين بالهم منها اصلا، بس لما انت حددتيها وعملتي هايلايت الحاجه دي، جاس وات، هم كل اللي شايفين دلوقتي هي الحبايه اللي في وشك دي. فبطلي تتكلمي وحش عن نفسك، بس كده. مع السلامه. ولو في صحيح، بما ان دي اول فيديو very raw not filtered, I would love to hear your comments. بجد انا هحب اسمع كل كومنت انتوا كاتبينه، علشان انا ذات نفسي فيا كميه flaws وفيا كميه حاجات I wanna improve and I wanna work on, and انا كده I'm my biggest critique. انا كده اكتر واحده بشوف عيوبي، بس برضو عارفه انك انتوا عشان بتحبوني هتقولوا لي الحاجات الصح وهتحسن فيها ازاي. غير كده I love you guys and hope you have a beautiful day. Bye.